الأولى وهي إذن هدف تسلل، والتركيز لم يكن متوفرا، التركيز الذهني والبدني للحكم ومتابعة أخذ النافع لم تكن متوفرة، وبالتالي الخبير التحكيمي جمال الشريف يفضح الحكم الأسباني بسبب هذه اللقطة في مباراة الأهلي وبيراميدز. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للنادي الأهلي فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. أثار الهدف الأول لبيراميدز مع النادي الأهلي الجدل في الوسط الرياضي بسبب الشكوك حول هذا الهدف، فقد دخل على الخط الخبير التحكيمي جمال الشريف وأدلى بتصريحات ما بين شوطي مباراة الأهلي مع بيراميدز على قناة الدوري والكأس، وقال: لقد أخطأ الحكم الأسباني وحكام الفار في الهدف الأول الذي أحرزه بيراميدز. فهنا نشاهد في هذه اللقطة أن مهاجم بيراميدز واضح أنه متسلل تماما من هذه الزاوية تحديدا، وكان على حكام الفار أن يستدعوا الحكم الأسباني لكي يشاهد هذه اللقطة في غرفة الفار، لأنها واضحة وضوح الشمس أن مهاجم بيراميدز كان متسلل. هذا الهدف في وجهة نظري غير صحيح وغير شرعي 100%، وأنا حذرت قبل هذه المباراة أن الحكم الأسباني ليس بالمستوى المطلوب لإدارة هذه القمة بين الأهلي وبيراميدز، لأنه فعل جريمة تحكيمية من قبل في ديربي مدريد بين برشلونة والريال. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.